خلي بالك عشان العقارات الكاش ما بتتباعش. اي حد يشتري؟ كاش صعب. مفيش. لا صعب. مفيش كاش. ولو قدامك تقسيط تشتري كاش ليه؟ لان اللي هيشتري هيروح يجيب حاجه بالتقسيط. بالظبط، انا قدامي بالتقسيط اروح الكاش. محدش معاه فلوس يشتري كاش اصلا. المشكله ان في مبدا كده منتشر عند اغلب الناس ان الحاجه اللي بتشتكي منها يبقى كل الناس بتشتكي منها، وخد بالك ان السوشيال ميديا بتساعدك انك تحس ده اكتر حتى لو في المود بتاعك. يعني لو حضرتك مثلا مكتئب هتلاقي كل البوستس والفيديو اللي بتظهر لك كئيبه، وهتحس ان كل الناس اللي حواليك مكتئبه. ولو بتفكر مثلا تسافر هتحس ان كل الناس اللي حواليك بقت بتفكر في السفر ومنزله بوستس عن السفر. ونفس الكلام في الاشاعات، السوشيال ميديا بقت بتثبت اي اشاعه في دماغك، زي مثلا اشاعه ان الدولار هيوصل 80 جنيه اخر السنه دي، واشاعه ان في فقاعه عقاريه داخله علينا دلوقتي وهتفرقع في وشنا، واشاعه ان العقارات الكاش ما بتتباعش وان مفيش حد بقى معاه فلوس يشتري كاش. ودي اللي انا عايز اتكلم عليها دلوقتي. عقارات ايه بس اللي ما بتتباعش كاش؟ لازم نفرق كده ما بين المستثمر الاولي والاند يوزر. اللي بيشتري عقار عشان يستخدمه دلوقتي ده اسمه اند يوزر. لو حضرتك عايز تشتري شقه او فيلا عشان تسكن فيها النهارده بتشتريها كاش. لو هتشتري محل عشان تفتحه مثلا مطعم النهارده هتشتريه كاش. اللي بيقول ان العقارات الكاش ما بتتباعش اكنه بالظبط بيقول ان الاند يوزر ده اتلغى، ما بقاش في حد خلاص يشتري شقه عشان يسكن فيها. لو انت بقى عندك عقار وعرضه للبيع بقالك فتره كبيره وما بيتباعش، تعالى بقى اقول لك هو ما بيتباعش ليه. اول حاجه لازم تبقى عارف انك بتبيع لاند يوزر. يعني ايه؟ يعني بتبيع مثلا شقه لحد قبل ان هو يسكن فيها. يعني لو بتبيع مثلا شقه في منطقه تحت الانشاء او منطقه لسه مش ساكنه او منطقه ما فيهاش خدمات، طبيعي ان بيعها كاش هيبقى صعب. ودي دايما بقول لاي عميل بيشتري معايا عقار عليها اول حاجه، لو هتشتري هنا ما تفكرش تبيع قبل 6 سنين، لكن لو هتشتري هنا ممكن تبيع بعد 3 سنين او بعد ما تستلم على طول. تاني حاجه السعر، ودي مشكله كبيره الفتره دي عشان بقى كل واحد بيحط سعر على مزاجه. تلاقي سعر الشقه في المنطقه دي من 4 ل 5 مليون مثلا، وتلاقي واحد عرض شقته ب 7 مليون ويقول لك عشان الاسعار زادت، ومستغرب ان الشقه بقى لها فتره ما بتتباعش. وانا قلت لك في فيديو مهم قبل كده ازاي تقيم اي عقار سواء بتبيع او بتشتري. من ضمن الحاجات اللي انا قلتها اللي ممكن تساعدك انك تحدد السعر هي الايجارات. الايجارات في المنطقه ممكن تحدد لك لو هتبيع تبيع بكام. وثالث حاجه مهمه قوي، بتعرض العقار للبيع بتاعك ازاي. تلاقي مثلا واحد عرض العقار بتاعه مع بروكر واحد وخلاص، او عامل مثلا اعلان على النت وحاطط صوره كده ومتخيل ان هو كده عرضها للبيع ومستغرب انها ما بتتباعش. وفي اللي بيقول لك لا انا اسف انا ما اتعاملش مع بروكرز اصلا وانا ادفع عموله ليه؟ عشان حضرتك عارض العقار للبيع غلط. لازم تصور صور احترافيه للعقار والتشطيب والفيو، وتكتب وصف دقيق على قد ما تقدر للعقار، وتعرضها مع اكتر من بروكر، وتنزل انت كمان اكتر من اعلان عشان يشوفها مشترين كتير وبروكرز كتير. كل ده هيسهل فرصة انها تتباع اسرع. ولو انت عرض عقارك للبيع وما بيتباعش بقاله فترة، شوف انت مش عامل ايه من الحاجات اللي انا قلتها. والفيديو اللي جاي مهم جدا عشان هقولك على افضل 6 مشاريع في التجمع ممكن تشتري فيهم تقسيط وتبيع اول ما تستلم على طول. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو لو عايز تعرف خبايا العقارات في مصر.